لو في خلطة سحرية تخليك تحب نفسك وتبطل تجلد ذاتك، هيكون الاربع خطوات اللي هقول لك عليهم دول. بس قبل ما اقولهم لازم تسأل نفسك ايه الحاجات اللي مخلياك مش راضي عن نفسك وتحبها. خليني اساعدك، تعال نفكر سوا بصوت عالي. ممكن مثلا تكون مش راضي عن نفسك ومش قادر تحبها بسبب عدم رضا اهلك عنك معظم الوقت، تفتكر؟ ولا بسبب شخص غبي متنمر زمان قالك كلمة سخر فيها من شكلك او من جسمك، جرحتك ومش قادرة تتخطي الكلمة والموقف، عملت عدم ثقة بينك وبين نفسك؟ ولا مثلا دخلت انت في علاقة وحسستك ان انت مش كفاية؟ ولا بسبب صحبة مثلا حسستك انك بلا قيمة؟ ولا بمقارنة جوه دماغك انت بس اصلا محدش يعرف عنها حاجة بينك وما بين شخص حسيت فيها انك قليل؟ ولا تكون رابط مثلا حبك لنفسك او حبك لنفسك برضا زوجك واولادك عنك وادائك عن مهامك في البيت؟ بجد لو حقيقي بتعملوا كده فانتوا لازم توقفوا فورا الطريقة التفكير اللي فعلا هتدمر حياتكم، لان ده اسمه حب مشروط او حب تعلق. حب النفس الحقيقي عمره ما يكون مربوط بشيء خارجي ابدا. هتقولي تمام بس انا مش عارف اوقف، ايه الحل؟ انا اقول لك يا صديقي الحل. اول حاجه وقف النقد. ببساطه بطل تنتقد نفسك وبطل تنتقد الناس، لان اللي بيجلد نفسه جوه طبيعي يجلد غيره بره. هتقولي ازاي؟ هديك تجربه بسيطه، سهل انت او انتي تجربوها ببساطه. هتجيبوا ورقه، انتي هتجيبي ورقه، اقسميها نصين واكتب في الناحيتين، اول ناحيه الحاجات الحلوه اللي فيكي والناحيه التانية الحاجات اللي انت شايفاها مش حلوه فيكي. وصدقيني وصدقني هتتفاجئوا ان انتوا كميه الحاجات الحلوه اكتر بكتير من الحاجات اللي انتوا فاكرين انها مش حلوه فيكم، بس انتوا مش مدينها تركيز. والمهم تفهموا ان حبك لنفسك ما ينفعش يكون قائم على التغيير، لان كل ما تغير حاجه هتطلع حاجه تانية. يعني النهارده عايز اعمل شعري، بكره عايز اعمل عمليه في مناخيري واصغرها، بعده عايز انفخ في شفايفي، دايره ومش هتخلص. اقبل نفسك الاول وبعدها لو حبيت تغير حاجه يبقى من باب التطوير مش من باب الكره. وصدقني لو تقبلت نفسك 90% من الحاجات اللي انت فاكر ان هي مش حلوه فيك هتكتشف انها مناسبه ليك جدا، وانت اجمل من غيرها مبيناك شخص استثنائي او مختلف عن غيرك. تاني حاجه احتفل باي انجاز صغير وما تستناش تعمل المستحيل يعني عشان تحس انك تستاهل التقدير. عود نفسك ان انت تقدرها طول الوقت. يعني مثلا لو صحيت بدري انجزت اللي كتبته في جدولك، خلصت حاجه مهمه كنت مأجلها، كافئ نفسك. كافئ نفسك. لو انت بتحب القهوه روح اشرب قهوه في مكان كويس. لو انت كافئ نفسك باي طريقه نفسك بتحبها. الانجاز مش لازم تبني الاهرامات او تنجح نجاح باهر عشان تحس انك انجزت، لا، يكفي انك تكون انسان كويس في تعاملك مع نفسك ومع الناس. تالت حاجه بطل ترعب نفسك. كل الافكار السوداء اللي عن المستقبل مجرد سيناريوهات في دماغك انت بس، مش حقائق. دماغك بتألف قصص رعب طول الوقت عشان تفضل متوتر، هي عايزاك تكون مستعد لأي سيناريو في المستقبل، هي دماغك شغالة كده. وبالمناسبة أنا عملت فيديو قبل كده بعنوان ليه دماغنا بتتكلم وإحنا ساكتين. الحمد لله يعني الفيديو داخل على 1,000,000 مشاهدة، وده أكبر دليل إن المشكلة دي عامة، يعني مش أنت لوحدك اللي عايشها. وتقدر ترجع للفيديو ده وتتفرج عليه وصدقني هيفيدك. وفي النهاية أنا عايز أعرف إيه أكتر حاجة من الأربع خطوات دول حاسس إنك أنت محتاج تبدأ بيها فورا. يا ريت تكتبها في الكومنتس وأنا هرد عليك، يمكن بكلمة منك تلهم حد غيرك يحس إن هو مش لوحده إنه بيعاني. ولو وصلت معايا لحد هنا فده في حد ذاته إنجاز يستاهل إنك تقوم تكافئ نفسك عليه.